بس لو انت اول مره تشوفونا اشلي معانا، فهي تحت الترابيزه. وقت ان انت معتمد على نفسك بقى So sometimes واحيانا بيتزا what حقيقيه I يعني وتجنن معرفوا يحطوا ازاي الجيلي مع زبده الفول بيضربوكم oh يعني. مرحبا يا أصدقاء، كيف الحال؟ معكم كارل. تمام، برافو. بصوا لو هتشوفونا بنفس اللبس ده في فيديو تاني، كنت بعمل لكم فيديو اللي هو قصه تعارفنا يعني، فقلت بالمره كده اعمل فيديو تاني اللي هو ذكريات الطفوله، عشان كارل كان بيحكي لي كده شويه على شويه ذكريات المدرسه والكلام ده. فقلت اعمل فيديو عن ذكريات الطفوله وكده مع كارل كحد من دوله تانية، يعني كحد اجنبي، واقول له انت ازاي يعني كنت بتروح المدرسه ازاي، يعني بالباص ولا بالعربيه يعني. I went to the so I was in school in the same town for 18 years. كان في نفس المدرسة على فكرة لمدة 18 سنة. بصوا أنا يعني أنا ممكن عادي أكتب الترجمة، بس أنا زي ما قلت لكم قبل كده في أكتر من فيديو إن أنا عشان ممكن الفيديو يكون سماعي بس، لأن إحنا قاعدين بنتكلم فممكن يكون الفيديو سماعي. فالأحسن إن أنا بحب أترجم في يعني في بعد اللي هو بيقوله على طول. أقول له أنت كنت بتروح By bus. بالعربية، كنت بتروح بالعربية ولا كنت بتروح بالباص؟ Went by bus. كان بيروح بالباص. When I turned 16, I started going by no. I think 14. I started going by bike sometimes. وهو عنده 18 كان About بيروح 14. بالباص، وما بقى عنده 18 سنة 16 And then لما around بقى عنده 16, 15 سنة بيروح around 16, I was going by معلش هي اشلي car. بصوا معانا، عشان بس لو انت اول مرة تشوفونا اشلي معانا، فهي تحت الترابيزة. هو كان بس قلقان عليها فبيحاول يديها حاجات، بنحاول نديها حاجات كده. كان عنده 16 سنة ونص خلاص تقريبا، خد بقى رخصة السواقة والكلام ده. اشلي بقى جت معانا، بس يعني ايه اكتر ذكريات مفتكرها وانت رايح الباص الصبح؟ كنت بتحب About تصحى the الصبح؟ bus? كنت بتحب تصحى الصبح بدري؟ Wake up early to go to school. Actually, I was a little bit late كان sometimes. بيقول بقى احيانا كان بيبقى متاخر يعني. انا بس عايزه اعرف يعني هل مثلا برضو الامريكان كده زينا بعض، يعني هو كل واحد قلت بيختلف من شخصيه لشخصيه، بس برضو كانوا كده بيتاخروا على المدرسه وبيبقوا مش عايزين يصحوا يروحوا المدرسه. Both. I want to sleep, but I want to go to school. I felt, بقول له كنت يعني كنت متحمس ان انت yeah, I تروح was المدرسه. excited in a special way. Yeah, it's a special kind of excitement. Yeah. Yeah. Yeah, of course you want to sleep, but you also want to start the day off. I remember I would wake up and it was so cool because I just thought I got so many things to do to get ready. I got my backpack, got my Yeah. books. I would maybe I would take a shower. I'd eat. I would do all these things. I felt very independent because years old. That's when you feel very independent. You get a lot of energy. كان متحمس جدا ان هو يصحى بقى ويجهز بقى الشنطه بتاعته والكلام ده. صح كان بيبقى عايز ينام، بس في نفس الوقت يعني كان بيبقى برضه متحمس، يعني مش عايز ينام شويه، بس برضه ان هو متحمس ان هو يجهز بقى حاجته، ان هو عنده 13 سنه بقى، هو بيفتكر هو عنده 13 سنه، فبيقول ان هو ايه يعني برضه ان انت خلاص بقى بتحس ان انت معتمد على نفسك بقى وكبير وكده. قول لنا الاكل في المدرسه يعني كان شكله عامل ازاي؟ The food in How many this, times like كم مره كانوا بياكلوا يعني؟ they had the bread with cheese. That was a very nice one. Mozzarella cheese. جبنه It was a big piece of bread وعيش. with cheese. Yeah. بصوا معلش بقى تلاقونا يعني ايه، يا ريت بس الكلام يكون متماسك عشان اشتم، فكل شويه بنقطع. بس فكنا بنتكلم بقى على الاكل، الجبنه والعيش. The food. Yeah. They had pizza sometimes. واحيانا بيتزا، كانوا بياخدوا بيتزا، بس عارفه بقول له بيتزا No, what حقيقيه يعني. I think it was like pizza, which ميني بيتزا. a square one or a triangle. Yeah, just a Yeah, pizza real one. cheese. I think it لا was بيتزا just حقيقيه، cheese. طلعت بيتزا حقيقيه يعني، بيقولوا لهم بيتزا حقيقيه. Yeah, So but what's your favorite food in this time؟ بقول لي well, in اكتر this اكله time, مفضله في الوقت ده في المدرسه. well, I'm just thinking about when I was eating in Korea. The school food there was amazing. استرجع بقى ذكرياته وهو في كوريا وكده. ممكن نبقى نعمل لكم فيديو مخصوص عن ذكريات كوريا بقى، تمام؟ فبيفتكر ذكريات كوريا، بس انا هقول له خلينا في مصر، سوري خلينا في امريكا دلوقتي. It was Korea later in another video just for okay, fun. but it was so good. Yeah, Yeah. كان بيحب قوي الاكل في كوريا. yeah. What do you like to They eat؟ gave us peanut butter and jelly, I think, almost every time. Yeah. اوكي. فهو So في المدرسه الابتدائيه والكلام ده وكده كانوا بيدوا له اللي هو زبده الفول السوداني والجيلي. انا بصراحه هموت واتجنن ما اعرف يحطوا ازاي الجيلي مع زبده الفول السوداني. جيلي اور جام؟ بقول له مربى ولا جيلي؟
I don't know, jelly jam. Yeah, so you used to like it as a sandwich. We call بقوله it PB يعني and كنت بتحب J. تاكله كساندوتش يعني؟ PB and J. Yeah. Peanut butter and jelly. بقوله All of it. في المراحل التعليمية كلها ايه اكتر اكل كنت بتحبه؟ Actually, I think the chocolate milk. That's what everybody liked. They liked the بيقول chocolate اللي هو milk. اللبن بالشوكولاته ده اكتر، يعني كل الناس كانت بتحب ده، كل الاطفال قصدي بيحبوا ده. بقول له ان انت كنت بتقولي ان انت بتروح Yeah, during السوق lunchtime يعني في وقت الغداء in كان high بيحب school. In وهو في high الهاي school. سكول وهو في المدرسه الثانويه كان بيحب يسوق ويروح ياكل في ايه بره، يعني اللي هو جانك فود. يعني هو دلوقتي ما بيحبش ياكل جانك فود Not خالص. junk way. هو مش ما كان بيقول ان هو ما كانش جانك فود، هو بس كان زي يعني ايه A nice اللي هو sandwich. يعني ساندوتش حلو، يعني ما كانش مقالي والكلام ده. اوكي سو دلوقتي مثلا المدرسه كانت ممله ولا لا؟ boring. Boring? No, school was not boring. It was very special. So many kids. I loved how there were so many kids, especially in high school, middle school, all of it. It was so amazing to see so many kids and so many different kids. هو بيقول يعني هو لا بالعكس ما كانش ممل خالص، هو كان بيبقى متحمس ان هو اصلا يقابل أسلي بس معانا ان هو كان بيبقى متحمس بس ان هو يقابل مثلا الاطفال بقى اللي زيي والكلام ده والنشاط والحركه، يعني بالنسبه للدراسه بقى في حد ذاتها نفسها المذاكره وكده. That was studying special because I love the teachers. You know, you have many different teachers. I think every single semester I had like or quarter. I don't know if they have them in quarters or anyway. I'd have 7 different classes. Each class was like 40 to 50 minutes. كنت مستمتع اصلا بالدراسه نفسها. Well, we got to even pick many of our own classes. We got to pick. So like يعني هم كانوا بيختاروا اصلا بنفسهم بعض الحصص، يعني كان صعب عليك. So it depends on it. So it depends on the teacher. Yeah. So like بيقول على حسب المدرس يعني. some teachers were easy. Some teachers were kind of hard. في مدرسين كانوا بيبقوا صعبين، وفي مدرسين كانوا بيبقى اللي هو يعني عادي بيبقوا متساهلين كده معاهم، يعني مع الطلبة على حسب شخصية المدرس يعني. But they were all special teachers. They all were very unique, and I remember really enjoying having so many teachers. يعني بيقولوا ان هم كلهم كانوا مميزين بالنسبة له، ان هم يعني كل واحد ليه شخصيته، وفي نفس الوقت ان هو كان بيستمتع يعني معاهم. Teachers are very special people. كانوا بيضربوكم؟ No. بقول له كانوا بيضربوكم يعني؟ No teacher will even come close to hitting anybody. Yeah. Oh no. ما كانش بيضربوهم، ما ينفعش يضربوهم. Actually, in the school was very safe. I didn't. Okay, yes, maybe somebody, like things happen, but like in general, the school was very safe. المدرسة I كانت felt أمان safe. جدا، ممكن ماشي يحصل حاجة بس كان في أمان برضه في المدرسة. قبله بالنسبة Sports were للرياضة طيب. amazing. We had many beautiful sports. We had, yeah, sports were one of the best things. After school, you finish and you. بعد المدرسة بالنسبة له كانت بتبقى أحلى حاجة إن هو يعني يروح يعمل يعني الرياضة بقى بتاعته والكلام ده. كنت بتلعب إيه في المدرسة؟ في بعد المدرسة؟ I did cross country, which is running. It's long distance running. And I did track and field, and that was in the winter. They had indoor track and field, which they. I don't know actually. So الرياضة اللي كنت بتعملها في المدرسة بعد المدرسة؟ Yeah, after lacrosse. Maybe you don't know what lacrosse مش عارفة بصراحة، قصدي كرة القاعدة وكرة القدم الأمريكية والكلام ده، بس مش عارفة إيه الحاجة الثالثة اللي هو قال عليها دي، معرفهاش. Yeah, lacrosse is a nice. هو كان بيجري وكان بياخد جوائز في الجري. Yeah, so we did long distance running, and we كان also بيجري المسافات طويلة. sprint like 50 meters, 100 meters. يعني حاجة كده متعلقة بالجري يعني. Long jump, you can jump the farthest. They had the high jump, you can jump. And they had you throw a ball, a heavy ball, metal ball. What they call. ممكن تكون ألعاب خماسية، ألعاب ثلاثية، لأن في كذا لعبة في لعبة واحدة. بقول له إيه أكتر وقت مميز، أكتر وقت بتحبه في فترة التعليم كلها؟ Well, I have to say that all of it was good. بقول إن كله كان كويس. I can't. It's really hard. Maybe. صعب إن هو يقول حاجة معينة. Maybe my second year in high school or my first year in high school, because that's when I started to do sport. Yeah. بيقول ممكن يكون تاني سنة في المدرسة الثانوية أو أول سنة، لأن ده الوقت اللي هو بدأ فيه إن هو يجري. هو كان ما شاء الله عليه كان واخد جوائز كتير في الجري والكلام ده وكده. Yeah, what else? Yeah, and that was just the sports made me feel amazing.
I never really did sports. I wasn't a very active person. ما كانش So قبل كده، قبلها ما كانش بيعمل رياضة قوي. before high school، قبل المدرسة الثانوي. yeah, before high school, I didn't. Oh, I did. No. I did sports, but I didn't do like long distance running. And I think long distance running بيقول makes. كان بيعمل رياضة قبلها بس مش اللي هو بقى الجري المسافات الطويلة أو مش بشكل احترافي يعني. بقول له إن Sports, مامته، yeah. إن أنت كان معتاد، إنه كان بيقول لي إن كان مامته بتاخده عشان يلعب رياضة وكده. But the long distance running is different. بس It's a little bit. قصده إن الجري، سوري It's a little bit painful to run for, at least for me, to run for like a long time. قصده إن الجري kind of painful. الطويل ده مختلف يعني. على فكرة أنا مش بقاطعه في الكلام، هو عارف إن أنا بترجم بعديه زي ما قلت لكم، عشان أنا ممكن على فكرة أنتوا برضو اكتبوا لي في التعليقات تحبوا إن أنا أترجم. أنا بالنسبة لي أسهل إن أنا أترجم تحت ما هو يقول، عشان مش هقعد أترجم وراه. فأنتوا قولوا لي الأحسن إيه. But it made me feel a lot better, and I felt like a lot stronger, a lot healthier. يعني إن هو بعد ما بدأ إن هو يعمل رياضة اللي هو الجري لوقت طويل والرياضة الاحترافية أكتر دي، فبالنسبة له كان بيحسس إن يعني إن هو صحي أكتر والكلام ده وكده، وكان يعني حاسس بإنجاز أكتر. Yeah. So, I mean, I loved all of the education. Each one is special, حب especially الوقت المدرسة، كان بيحب وقت المدرسة بشكل عام. في حاجة مميزة يعني تقدر college تقول was لنا عليها؟ amazing too. الجامعة. Yes. What- There were so many kids. Again, it's like, but it's even bigger. It's like high school, but it's like a بيقول mega, يعني إن في الجامعة إن برضه طلاب mega كتير high وكده، بس اللي school. هو بقى كتير يعني، اللي Mega, هو mega أكبر، high اللي هو school. أكبر من مش مجرد بس مدرسة يعني، اللي هو على أكبر يعني. إذا بشكل عام here بس في أمريكا. I love my teachers. All my teachers were very بيقول إن هو special. كان بيحب بس Teachers were مدرسين. very فأنا special. كنت بحاول أستخلص إن لو في مثلا في فرق في التعليم ما بين هنا في أمريكا وما بين اللهم صل على سيدنا محمد مصر أو الدول العربية، فما أخدتش منه بصراحة حاجة برضو خلاصة يعني. What else is special? Yeah, and the sports was so special, especially with high school. Like, I don't know, بيقول أكتر حاجة مميزة اللي هو موضوع الرياضة والكلام ده وكده يعني. you get to be with, your إن أنت friends or تكون مع people, أصدقائك it's والكلام ده وكده nice. يعني. صدق إن هو كان بيحب الرياضيات، العلم يعني، وفي نفسه كان بياخد كمان فصول. هو قال لي قبل كده إن هو كان بياخد فصول أعلى يعني، كان بيدرس في الجامعة وهو لسه في ثانوية عامة والكلام ده. بس المهم ان هو بس الفيديو ده انا كنت بس عاملاه يعني مجرد بس just for fun يعني، ان احنا نسترجع شوية ذكريات. هو برضو مش بيتكسف شوية، فما قالش برضو حاجات كتير او مفيش حاجة مميزة بصراحة، بس يعني استمتعت بالفيديو برضو ان انا اسأله So many واسترجع معاه. beautiful. هو حاسة ان هو برضو ان هو افتكر ايام المدرسة وكده، بس هو مش متكلم فمش عارف يعبر عن اللي جواه، بس هو افتكر ذكريات، بعض الذكريات للمدرسة يعني وكده. اوكي، بس اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو يعني. تمام. لو كان بس هو فيديو يعني بسيط جدا ما فيهوش اي افكار مميزة يعني، بس اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. ولو في مثلا اي اسئله عن موضوع المدرسه، ممكن اسئله معينه اسالوهاني وانا اسالها له، ونعمل مثلا فيديو على الاسئله بقى تكون مميزه، فيكون قصدي اسئله محدده فيكون الاجابه مميزه اكتر. Thank you for having me, and thank you so much. يقول And لكم شكرا يعني انتوا مع اتفرجتوا عليا، السلامة. ويقول لكم مع السلامه.